المسجد تقف تصلي رضي الله عنها وارضاها لحد الفجر، فبتيجي قبل الفجر مش قادرة تقف من كتر طول القيام، بقى لها 6 ساعات 7 ساعات واقفة، فبتتعب. فلما بتتعب بتعمل ايه؟ لما بتتعب عملت الاختراع ده عشان ما تقعش، قامت عاملة الحبل اللي هي بتتعلق فيه وتفضل مكملة الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الحبل ده قال حلوه حلوه، شيلوا هذا الحبل فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسل فليضطجع أو ينام. فخلاص يعني أنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم شاف إن ده زيادة عن المطلوب، لا احنا هنصلي أقل من كده شوية. لما يصل الأمر بالنساء وبالرجال رضي الله عنهم وعنهن جميعا إن هو يبقى مشتاق للصلاة لدرجة إن هو يبتدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا خفف شوية، خفف شوية من الصلاة. دي درجة عالية جدا جدا. أنا بقول ليه تعقيدية هذه الدرجة؟ لأن أنا لما بكلم الناس عليها رجالا أو نساء ما يستوعب إنه ممكن يوصل لهذه الدرجة في يوم من الأيام، وهذا مستحيل. لأن الواحد زي ما قلت أنا حدث صغير جنبيك، لو في طفل صرخ، لو في باب خبط، لو في أي حاجة أنا بنشغل، لو أنا على الصلاة بروح لهذا الحدث. أما إيه اللي حصل؟ إيه السبب في المشكلة؟ السبب في المشكلة خطيرة يا أخوات. أنا أقول لكم يا ترى مشكلة الخشوع في الصلاة ديت عرض ولا مرض؟ يا ترى هي مرض في حد ذاته ولا ده عرض لمرض تاني؟ وأنا أتخيل إن هو عرض لمرض تاني، والمرض التاني خطير جدا جدا جدا. وإحنا لما نسمع المرض التاني ده هنتخض ونقول لا مش إحنا، بس لما تيجي تراجع لا إحنا. إيه هو المرض التاني ده؟ المرض الخطير اللي من أحد أعراضه هذا الموضوع مرض عدم توقير رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا الواحد جسمه شعره بيقف لما يسمع هذا الكلام. معقولة احنا مش موقرين رب؟ ممكن تكون مش كده. خلينا نديك مثال يقرب الصورة. لما انا اكون عندي حاجة عند رئيسي في العمل، او الطفل عنده حاجة عند والده، او عندك حاجة عند زوجك، او في طلب هطلبه من حد اعلى مني معين في ايديه انه يدي او ما يديش، بعمل ايه؟ بروح اطلب منه الطلب ده وانا ذهني منصرف تماما ولاهي وسرحان وعمال افكر في 10,000 مشكله، ولا ببقى مركز تماما في طريقه العرض؟ مركز تماما انا هطلب ازاي؟ لازم اركز طبعا. القضيه انا محتاج، انا مش بمثل الاحتياج، انا محتاج، فلازم اركز. رئيسي في الشغل موقع عليا جزاء، عليك عقاب، هتاخد خصم 3 ايام، او ما انتش واخد علاوه الشهر ده، او ما انتش هتترقى الترقيه دي، وانا نفسي ان هو يرفع عني هذا الامر، فبروح له استسمحه. بستسمحه وانا دماغي في البيت ودماغي في الغيط ودماغي في الشراء ودماغي في الكلام. لا يمكن انا مركز، لان انا هتعرض لاذى لو ما ركزتش. طب انا عايز منه سلفه، عايز منه مال، وهو قبل كده اداني المال وقال لي هديك المال بس تبقى ايه تتعامل معايا كويس. قال له حاضر هات المال وتعامل معاك كويس. اداني المال ما تعاملش معاه كويس وامرني وخالفته وقال لي اعمل كذا ما عملتش، وقال لي عايزك تكون في المكان الفلاني ما روحتش المكان الفلاني. طب مش عايزك تروح حته فلانيه، رحت حته فلانيه. ما تشوفش كده شفت، ما تسمعش كده سمعت. اداني اوامر كتير وانا خالفت، وفي الاخر احتجت مال تاني، هروح تطلب منه ازاي؟ ده اول حاجه تعملها لما تيجي تطلب منه، تقول له والله انا اسف، انا غلطان، انا عارف ان انت كريم، انت اديتني قبل كده وانا خالفت، وانا وعدتك ان انا همشي كويس وما مشيتش، بس انا محتاج تاني دلوقتي، معلش اديني تاني. فيديك تاني وترجع تكرر نفس المشكله تاني، ترجع تطلب منه تاني. هل في هذه الاجواء تبقى مش مركز وانت اللي بتطلب وانت اللي عايز وانت اللي عارف انه لو ما ادكش مش هتلاقي حد تاني يديلك؟ ما بالك لو بتطلب حاجات اخرويه وانت عارف ان الذي يملك الاخره هو الله عز وجل فقط، والدنيا كذلك لا يملكها الا الله فقط. لكن احنا بنظن ان فلان ده في ايديه كذا وفلان ده في ايديه كذا وفلان ده في ايديه كذا وكله بيد الله عز وجل. لكن الاخره ما حدش بيظن شيء. بقى هنا الملك لمن الملك اليوم؟
لله الواحد القهار مقطوعة، محدش بيدعي إلى جوار الإله يوم القيامة أن له أمرا. فأنت واقف عمال تقول له اديني الجنة وقني من النار وأمني يوم الفزع الأكبر واحشرني مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسرحان. ده احنا ساعات بنقول الأدعية في الصلاة وإحنا مش عارفين بنقول إيه أصلا. إحنا حافظين ديباجة معينة بنقولها، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أنا مش مركز أنا بدعي بقول إيه أصلا. فإحنا محتاجين هذا الموضوع بشكل عميق، لحسن يكون عندي أنا عدم توقير رب العالمين. دي مشكلة من علامات عدم توقير رب العالمين، عدم الخشوع في الصلاة. من علامات عدم توقير رب العالمين حب الدنيا، إن حواري مع الناس كله عن الدنيا، كله عن المسكن، كله عن الملبس، كله عن المول، كله عن العطور، كله عن أي حاجة في الدنيا، أي حاجة من زينة الدنيا. دي من علامات عدم توقير رب العالمين سبحانه وتعالى. من علامات عدم توقير رب العالمين الضحك الكثير. حياتكم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تشعرون إلى الله عز وجل. يعني في علامات لأن أنت خايف من ربنا سبحانه وتعالى، مقدر له سبحانه وتعالى. فكل هذه علامات من علامات عدم توقير رب العالمين سبحانه وتعالى. الواحد يكون خايف من كلمة الجهاد أصلا، الجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال. الواحد مش عايز يسمع كلمة أساسا، يخاف يحضر محاضرة بتتكلم عن الجهاد في سبيل الله أصلا، مش عايز يضحي بأي شكل من أشكال التضحية. كل دي علامات ممكن نكون بنحسها كلها أو بعضها، ودي كلها علامات محتاجين نراجع نفسنا. يا ترى أنا علاقتي بربنا إيه اللي خلتني في النهاية واقف قدامه وأنا مش مركز، واقف قدامه وأنا سرحان؟ ده أنا لما بقف قدام شرطي موقفني في إشارة لأن أنا خالفت المرور، كسرت السرعة، بقف على منتهى الاحترام، لأنه هيدفعني معرفش أنا بتدفعوا كام في السرعة حسب السرعة، وممكن يسحب الرخصة ويحط عليك وقف. فأنا لا، خليني. طب أنا لو في محكمة وعلي حكم والقاضي هيحكم ولا رد لحكمه سبحانه وتعالى، الله، ما أنا كل الكلام ده أنا عارفه نظري، ليه ما بطبقوش عملي؟ لأن لا أوقر الله عز وجل حق التوقير، ودي مشكلة كبيرة تحتاج إلى إصلاح. يبقى أنا قبل يا أخوات ما أكلمكم على الخشوع في الصلاة، محتاج أكلمكم على كيف نوقر رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف نقدر لله عز وجل قدره، كيف أعرف أنني عبد وأنه رب، أنني في الكون لا أرى وأنه مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أنا إزاي أعرف كده؟ طرق كتير جدا جدا، لكن أنا هاخد لكم منهم 3 طرق بسيطة ولطيفة ولها أدلة مباشرة من القرآن والسنة. أنا دورت في القرآن الكريم على الحاجات اللي فيها قدر الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها على العباد أنهم لا يقدرونه قدره، وما قدر الله حق قدره. دي موجودة في القرآن 3 مرات، وما قدر الله حق قدره. الأولانية موجودة في سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يبقى أنا أخذت من هذه الآيات التي بدأها ربنا عز وجل وما قدر الله حق قدره، إن أحد الطرق التي تقدر بها رب العالمين سبحانه وتعالى أن تقرأ الكتب التي أنزلها عز وجل. وحيث أن التوراة والإنجيل قد حرفتا بعد وفاة الأنبياء موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، فلم يبقى أمام الناس طريق لتوقير رب العالمين عن طريق هذه الكتب السماوية إلا قراءة القرآن المحفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا
طريق من طرق تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها. هذا الكتاب إذا قرأته زاد تقديرك لله عز وجل، لم تقع تحت طائلة القول وما قدر الله حق قدره اللي بدأ بها ربنا سبحانه وتعالى الآيات. فأحد أكبر طرق تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى أن تكثري من قراءة القرآن الكريم. ممكن ما تشعريش في البداية باللذة والمتعة وبالتدبر، معلش، مرة والثانية والثالثة والمحافظة والمداومة هتوصلك إن شاء الله إلى تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت بعد القراءة مختلفة عن ما قبل القراءة، والله يا أخوات ولو عدة آيات هتفرق. أنت عارفين هتفرق حتى في قسمات الوجه، وشك هتلاقيه اتغير. كل واحد يبص على نفسها في المراية بعد ما تخلص قراءة القرآن الكريم. سيدنا أسيد بن حضير قعد بين ايدين مصعب بن عمير، كان كافر ساعتها. أسيد بن حضير كان لسه كافر ما كانش أسلم، وبعدين سمع مصعب بن عمير يقرأ القرآن فرجع لسعد بن معاذ. قبل ما يرجع أسعد بن زرارة وكان حاضر اللقاء ده، مسلم حاضر اللقاء، بيبص على وش أسيد بن حضير وهو عمال يسمع القرآن. قال فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم. الراجل وشه اتغير ولاحظ الكلام ده. أسعد بن زرارة لما شاف القرآن الكريم بيطلع عليه وشه اتغير، قسمات وجهه اتغيرت، تهلل الوجه. ليه؟ هذا وجه سمع القرآن وقبل ذلك كان وجه لا يسمع القرآن، وشتان. رجع أسيد بن حضير لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال سعد بن معاذ وكان كافرا في هذه اللحظة قبل أن يسلم، قال لأصحابه اسمع، سعد بن معاذ كافر وأصحابه كفار، وأسيد بن حضير جاي مسلم بس هم ما يعرفوش إسلامه، لسه أسلم في الموقف اللي فات مفيش دقائق. فقال سعد بن معاذ لأصحابه والله لقد أتاكم أسيد بن حضير بوجه غير الذي ذهب به، وشه مختلف. فيا أخوات ده طريق ما في جدال، هيخلي تقدير رب العالمين في قلبك يزداد لا محالة.